مفعول هذه الأفعال هي صيغة بربرية. إذا كان بدينا نتحدثوا عن أسماء الحيوانات نقول مثلا أزرزور، أو نقول مثلا باللغة البربرية المنتمية القديمة بوبجايط أو غيرها من أسماء النباتات والحيوانات، فنحن نتحدث عن أسماء بربرية استمرت معنا من تلك العصور إلى اليوم، لأن سكان المنطقة لم يغيروا أسماء الأدوات والأماكن. اليوم يقولوا تابريح تانومر وغير ذلك. هذه الأسماء عادت إلينا من تلك العصور الغابرة والتي كنا نتحدث فيها باللغة البربرية. كان اسم القبيلة فرع قبيلة متابة الكبرى الذي يسكنها المنطقة كلها من حول الوادي الكبير إلى منطقة حوالي منطقة سيدي معروف ببغداد، كان يسمى فرع دناقة باللغة البربرية، ينطق دناقل الجمع. والدناقة اليوم ينطقوها الصيفية يقولوا يدنق شو يعني. وهذا الفرع فرع دناقل هذا أو إزناقل في بعض الكتب هو الفرع الأم الأكبر الذي كان يسكن هذه المنطقة، والتي تفرعت منه القبائل الموجودة اليوم، والتي هي 4 التي تنتمي إلى هذا النسل أو هذا الجيل الكبير. القبيلة الأولى هي قبيلة بني فرقان، التي يتصور سكانها أنهم جاءوا من برج بوعريج، وهذا خطأ، لأن الرجل الذي اسمه فرقان في برج بوعريج توفي في 1700، والقبيلة يعود وجودها إلى يعني قرون قديمة جدا، هي فرع من هذا القبيل. إذن القبيلة الثانية وهي القبيلة الكبرى في المنطقة، وهي قبيلة ولاد عيدون، والتي تنتمي إليها هذه المنطقة ولا العرب. القبيلة الثالثة وهي قبيلة العشاش، وهي قبيلة كانت تستوطن كل الموطن الموجود من القل إلى مرسى مزهور، يعني كان هذا رأس بوغارون كله ملكا لهذه القبيلة، قبيلة العشاش. ثم حدث لها بعض الأحداث فتفرقت في كل مكان، وإلى الآن موزعة، ويسكن المكان الآن قبيلة بربرية بني تفوت والقبيلة العربية ولاد عطية، وهم قريبان من هذه المنطقة. القبيلة الرابعة وهي قبيلة بني بالعيد، وما زالت تحمل الاسم إلى اليوم في بلدية واد عجون معروفة خير واد عجون، هذه قبيلة بني بالعيد. هذه ال4 قبائل تنتمي كلها إلى هذه القبيلة، قبيلة إيد الناقل. وسأقصر الحديث على قبيلة ولاد عيدون لأصل إلى ولاد عرب. فقبيلة ولاد عيدون يتحدث كبار السن، يعني الحقيقة الأمر فيه حساسية كبيرة جدا لما أتحدث بهذه اللغة. هذا الأمر تقريبا هو أمر متناقل منذ 4 أو 5 أجيال، وهي بعض الأمور التي توارثها الناس، ونحن بحثنا وعرفنا أسبابها لماذا وردت هذه الأمور. ولكن الآن كل سكان الجزائر، حاجة الجزائر حوالي 40 مليون شخص، كل القبائل الجزائرية تدعي أن أصلها بالساقية الحمراء ودنها، وأن جدها جاء من المغرب، وأنه كان ولي صالح، وأنه من سلالة الأدرس. وهذا فعلا الأمر فيه كلام، لأن من يعتقد أن سلالة الأدارسة ليست مدونة في الكتب فهو خاطئ، لأن سلالة الأدارسة منذ إدريس ابن عبد الله بن نفس الزكية بن الحسن بن علي كرم الله وجهه إلى غاية آخر أحفادهم مدونة تدوينا دقيقا من فلان إلى فلان إلى فلان إلى فلان، والذي لا يجد جده في السلاسل النسبية المتعارف عليها عند جمهور المؤرخين فلا يحق له أنه يقول أنه من سلالة هؤلاء الأدارسة. وقد بحثنا بحثا دقيقا جدا في هذه السلالات، ووجدت في قبيلة ولاد عرب كغيرها من القبائل الأخرى الموجودة في الجزائر أن كل كبار السن يقول لك الذي أصلنا رجل جاء بالساقية الحمراء والذهب وسكن المنطقة وتناسلت أبنائه وصرنا قليل خير الحال. طيب، إذا سأحاول أن أناقش هذا الطرح بأقل ما استطعت، لأن الطرح فيه كلام طويل جدا. فيه حوالي 7 أو 8 مؤرخين ونسابة أصوليين مختصين في نسب الشرفاء، منهم محمد المكي العشماوي في كتابيه المعروفين التحقيق في النسب الوثيق، وكتاب آخر السلسلة الوافية والياقوت الصافية يذكر فيها كل سلالة الأدارسة إلى غاية 1800. في كتاب آخر لابن الأحمر الغرناطي كذلك يذكر سلالة كاملة بتفاصيلها وبشواهدها. في كتاب آخر للسنوسي الخطابي يذكر أيضا السلالة الوافية لهؤلاء الأدارسة. ويوجد بحوزة الآن حوالي أكبر من 40 مخطوط موثوق من القرن الرابع عشر، يعني بداية أصلا مجيء هؤلاء الأشراف إليه، لأن مجيء الأشراف بدأ من حوالي القرن 14، يعني من 1300 وروح بدأوا يجوا عندنا، وكان مجيئهم في شكل أشخاص وليس عائلات. وحتى الذين هم من سلالة الشرفاء الآن معروفين بمنطقة جيجل، ولدينا سلاسلهم النسبية المتصلة الموثوقة من
بلاد وثنية. أما قبيلة ولاد عربي فهو كما هو معروف فرع من قبيلة ولاد عيدون، وهذه ولاد عيدون يعود أصلها إلى جدها العيد المعروف بعيدون. ومعظم الناس يقولون كالعادة أن عيدون هذا ومغربي وجاء إلى المنطقة، وهذا خطأ، لأن عيدون وفرقان وبالعيد والعشي جد العشاش هم إخوة 4 من أبناء هذا ذناك المسمى والمنسوب إليه قبيلة ذناك في القرن الثالث عشر. وفي الحقيقة انتقل الكثير من سكان هذه المنطقة إلى المغرب الأقصى، وقد زرتهم بنفسي واطلعت عليهم، ووجدت أيضا بعض فروع ولاد عيدون هنالك، ومنهم بعض الأسر الملقبة بعيدوني وابن عيدون وأولاد عيدون وغيرها، وهم يعلمون أصولهم. وحقيقة التواصل بيننا وبين المغرب الأقصى موجود، كان حتى بعض الأسر معروفة من هنا في ولاد عربي موجودة أسرة قليل، وفي المغرب الأقصى موجودة أسرة قليل، ولكن لما بحثت فيها وجدت أن مجيئها إلى المغرب الأقصى كان قريبا جدا في 1889، يعني البارح 1889 قريب 1900، هوش زمن طويل يعني. ولكن الآن أتحدث عن أصل القبيل. إذا اعتقدت أن قبيلة ولاد عربي تنتمي إلى سلالة الأدارسة فأنا أتحدث إذن عن قبيلة تأسست في 1600. وقبيلة ولاد عربي بدليل ما ذكره الإدريسي في كتابه نزهة المشتاق، وما ذكره البكري في كتابه المسالك والممالك في جزئه المتعلق بهذه المنطقة، وما ذكره ابن حوقل في كتابه صورة الأرض، يذكر أن هذه المنطقة كانت معمورة بسكانها من فروع إيد الناكب منذ القرن ال11، يعني منذ تأسيس الدولة الفاطمية. مثلا يعقوبي في القرن التاسع يتحدث عن هذه المنطقة التي تنطقها العرب هي دناقة، ينطقونها دنهاجة، هكذا تحريف النطق. فيقول في كتابه البلدان في الصفحة 62 يقول: ومدينة عظيمة جليلة يقال لها مين، أنه قديما كانت ميلا هي عاصمة القطر في القرن التاسع، لها حصن دون حصن وفيها رجل من بني العباس وغير ذلك، حتى يصل يقول: وسواحل البحر تقرب من هذه المدينة، ولها من المراسي مرسى يقال له جيجل، ومرسى يقال له قلعة خطاب، جدهم تاع بني خطاب هذول موجودين اليوم، ومرسى يقال له سيكنا التي هي مرسى سكينة، ومرسى يقال له مابر وهو القل، ومرسى يقال له مرسى دنهاجة أو مرسى دناجة. وهذا البلد عامر كثير الأشجار والثمار وأهله في جبال ووديان وعيون. هذا يعقوبي لما جاء المنطقة يصف المنطقة في كتابه البلدان لما جاء في القرن التاسع، يعني في 800 ميلادي، يتحدث أن المنطقة كانت معمورة ومملوءة. إذا من يريد أن يقول أن المنطقة بدأ تعميرها في القرن السادس عشر فهو مخطئ، لأن السكان كانوا موجودين منذ القرن الثامن الذي هو زمن يعقوب. بعده جاء كما ذكرت لكم الإدريسي والبكري والوراق وابن حوقل وكل المؤرخين المسلمين الذين جاءوا للمنطقة، والقاضي نعمان ذكروا أن المنطقة بقيت معمورة إلى غاية القرن الرابع عشر. وسأصل إلى ابن خلدون وكيف وصف المنطقة وذكر سكانها. ابن خلدون كما هو معروف جاء في القرن 14، يعني ما بين 1350 ل 1400. 1350 1400 الشرفاء ما زالوا ما بداوش يجونا من المغرب. ابن خلدون يتحدث عن قبيلة البويين، ويتحدث أنهم ينطقون النون مكان اللام، ويتحدث أنهم ينطقون بلغة بربرية، ويتحدث أنهم يخرجون الكاف من موقع القاف، والقاف من موقع الكاف، لأن القاف تاعنا والكاف ما يشبهوش، ما يقولوش الكهوة، يقولوا كهوة، الكاف تاعنا خاصة يعني بمخرج القاف. إذا المؤرخون الذين ذكروا المجال الذي تنتمي إليه قبيلة ولاد عربي هذه منطقة ولاد عربي يدلون على أنها كانت معمورة وموجودة من فروع دنهاجة أو دناجة منذ القرن الثامن. نزلنا يعني من خروج الروماني وإحنا موجودين في هذا المنطقة. وبالتالي في المحصلة والملخص عيدون هذا في الحقيقة انطلق فعلا وانتقل إلى الأندلس، وقد اكتشفنا اسمه موجودا في بعض مدارسها، مدارس مدينة غرناطة. وعيدون فقط أصلا هو مصطلح أندلسي كان يطلق على مجموعة من الذين يبلغون شأوا من العلم. ولذلك يرى الأستاذ عبد الله عيسى الهيلح من جامعة جيجن أن حتى تسمية عيدون الذي هو جد المنطقة هي تسمية أضيفت عليه، وأنه كان له اسم بربري لا نعلمه، لأن عيدون وجدنا أن تسمية كثير من علماء الأندلس مثل عيدون القاري والد صاحب كتاب الأمان المعروف سمى عيدون، كان كل الناس إلى درجة علمية يسمى عيدون، كما نقولوا احنا اليوم العلامة، فلان وصل درجة العالمية فهو علامة. كذلك قديما من يبلغ شأوى بالعلم في علم معين يسمى العيدون،
لأنه كان يعيد الكلام كذا فأطلق عليه عيدون، وعاد بهذا الاسم إلى المنطقة الأصلية له وتزوج فيها وخلقت له مجموعة من الأبناء. إذن فذهاب عيدون إلى المغرب والأندلس أمر ثابت، ولكن القول بأن أصله منها قول خاطئ وغالط، لأنه حتى سكان المنطقة الذين كانوا يهاجرون إليهم من الشرفاء كانوا يرفضونهم. وأعطيكم مثال سيدي أحمد العابد مولى الشرفة الذي نزل بمنطقة الجناح ورفضته كل القبائل البربرية الموجودة بالمنطقة بما فيها ولد عيدون، والقبيلة الوحيدة التي استقبلته هي قبيلة عربية وهي قبيلة ابن حبيب، فنزل عندها لأنه اشتركوا معها في الأصول. وبالتالي حتى سكان المنطقة كانوا يرفضون الشرفاء الذين كانوا ينزلون إليهم. الشرفاء الوحيدين الموجودين عندنا في المنطقة ولاد العابد معروفين، يعني معروفين نزلوا في الفدرية والشرفة في منطقة ولاد علي وفي سطارة وغيرها وفي ابن حبيب والشرفة وقسنطينة والقل وغيرها. هؤلاء هم أولاد أحمد العابد، هذو كان جدهم قد رفض ونزل بمنطقة أخرى التي هي منطقة ابن حبيب. فالقول أيضا بأن عيدون رجل من الشرفاء ونزل المنطقة كان سيرفض أكيد. كل دلائل تاريخية كان فيها الشرفاء يرفضون من النزول في المجال البربري. وسأخبركم بالسبب. الدولة الفاطمية أنشئت في المنطقة، يا أخي من قبيلة كتامة هم اللي أسسنا الدولة الفاطمية، واشتركت قبائلنا في تأسيس الدولة الفاطمية كما يذكر القاضي النعمان في كتابه افتتاح الدعوة. يقول اتبعته القبائل من إجانة وملوسة التي تسمى اليوم تملوس ومنهاجة التي هي جدنا نحن أصلنا القبلية بربري. شاركنا هذا أبو عبد الله الداعي الشيعي في تأسيس الدولة الفاطمية، ولكن بعد ما انتقل إلى تونس يعني حدثت مشاحنة بينه وبين قبيلة كتامة فلم نذهب معه إلى مصر. كل قطور كتامة ذهبت إلى مصر، فبقيت ميلا والميلية وجيجل والطاهير وقليل من قسنطينة وشيء من سطيف من القبائل الكتامية بقيت في المنطقة ولم تهاجر. وفي ذلك يقول ابن خلدون وانتقل معه كتامة على قبائلهم إلى مصر وهلكوا في ترفها وبدخها، وبقي من بقاياهم ببلاد كتامة القديمة بقايا من قبائلهم على أسمائها وألقابها، وآخرون بغير لقبهم ويدعون نسبهم في الشرفاء. شو ابن خلدون أدرك الأمر، لأن ابن خلدون جاء المنطقة لها، لمن لا يدري إلا ابن خلدون نزل بهذه المنطقة. ابن خلدون جاء إليه قال يدعون في غير نسبهم، وهم رعايا معبدون المغارب مثل جبال جيجل، جبالهم قبائل كتاب جيجل، وبني زندوي، بني زنداي اليوم موجودة في جبال بابور، وقبائل أخرى بجبل الأورس. هذه القبائل الكتابية باقيت بالمنطقة لم ترحل منها، يعني حتى يقولوا بأن كتابة رحلت وجاء الشرفاء وطرح غالط وخاطئ وينكره جميع المؤرخين الذين كتبوا كتبا في العصور الوسطى. إذن ومن ذلك استطعنا أن نستنتج ونربط أن عيدون كان من أبناء ذنهاج أو ذناج الذي كان هو من سلالة كتامة البربرية الساكنة لهذه المنطقة، وأن هذه القبائل كلها من الأصول البربرية القديمة التي كانت أصلية في هذه المنطقة، وأن علاقتها مع الشرفاء كانت بعد القرن السادس عشر، وكان فيها مجموعة من الشرفاء الذين فعلا كسبوا. قبيلة العبيس أنا أتحدث الآن عن مسائلها في قبيلة العبيس. لننتبه أن عيدون لما نزل بالمنطقة كان له 3 من الأولاد، وهذا ما لا يعرفه الكثير من الناس. عيدون ما كانش يتزوج، قاسم الأولاد، كان عنده 3 من الأولاد. هذا الأولاد جاءوا معه من الأندلس، كان متزوج وجاء مع زوجته وأولاده. كان عنده قاسم وهو ابنه الأكبر، وكان عنده دباب وهو ابنه الأوسط، وكان عنده واحد صغير يسمى حناش. وفي الحقيقة هذا حناش له قوة متصلة إلى غاية 1870 قضى على وجوده الفرنسيون. لما نزل بالمنطقة تزوج بامرأة بربرية هي ابنة عمه أصلها مني، فكانت تسمى عرفة، نطقها عليهم عرفة. وولد له 4 آخرون من الولد وهم عدنان، وينطق أيضا أندان أو ينان بالكتابات الفرنسية، وولاد عدنان ما زالت موجودة اليوم، وعربي والذي هو جد ولاد عربي الذين هم أنتم اليوم. وولد له علي وإبراهيم. علي وإبراهيم هما توأمان مصغر، فكان توأمين لذلك اليوم حتى المنطقة تسمى ولاد علي وإبراهيم، سكنوا مع بعضهم، كان توأمان. وبقي في منطقة حوض مسيابة بمنطقة تهفير. لما نشأ هؤلاء الأبناء له من هذه الزوجة الثانية، كان من عادة البربر القديم أنه نظام القبلي يعتمد على الجد، جدية.
ولذلك ينسبون إلى الجد الأول. وحتى لما تشوف الفرنسيين لما دخلوا المنطقة في 1800 وقتاش دخلوا الفرنسيين للمنطقة؟ 1830. لا دخلوا العاصمة 1830 ودخلوا القسنطينة في 36 لا في 37 ودخلوا الميلاوس كذا في 38 ودخلوا الجيش في 39 وقتاش دخلوا الميليا؟ 40 دخلوا في 1847 وانهزموا وانسحبوا. ووجودهم الفعلي بدأ في 1871. هي أقدم منطقة سأبشركم يعني باش نقطع الحديث حتى أن البشير الإبراهيمي لما جاء الميلية باستكشيف مدرسة خطاب تصور الشيخ هذا له في خطبة هنايا في مدرسة خطاب ميلية وقف البشير الإبراهيمي قال يا أهل جبال الميلية أنتم أول من أسلم وآخر من استسلم. والبشير الإبراهيمي ليس أي واحد، فهو يعلم أن الدولة الأولى الإسلامية بالمغرب هي الدولة الفاطمية التي أقامتها حتى يعني نحن أول من أسلم وآخر من استسلم، لأن فعلا آخر منطقة استسلمت في الجزائر يعني مؤسسة قديما هي منطقة الميلية في 1871 يعني بعد نهاية دورة بن فيانا منشفة، وكانت قبلها دورة العيون انتهت في فبراير وما انتهت في أوت. آخر منطقة سيطر عليها الاستعماريين في 1871. سأعود إلى الموضوع بعد حين لا أعلم، أعود إلى أصل ولاد عربي. إذا الولاد عربي يمكن القول بأنهم الابن الخامس لعدو، إذا كان اسمه قاسم دباب وحناش وعنان وعربي، هو الابن الخامس في ترتيب الأبناء. وقد ذكر ذلك بعض المؤرخين مثل ليون الفاسي في كتابه يوسف إفريقيا، وذكره دومارمون دو كارفاخال وهو مؤرخ إسباني جاء إلى هذه المنطقة بعد نزول الأندلسي إليها، ذكر هؤلاء بهذا الترتيب. وقد بحثت عن هذا حناش فتصور وجدته حتى في الكادسترال المخططات تاع الأراضي تاع فرنسا ما زالت مال حناش كما هي، حتى أنه الآن منطقة زرزور منطقة الميلية التي مبنية فيها اليوم ميلية منطقة بومهران تجدها في البلان كادسترال ولاد حناش لا ولاد قاسم ولا ولاد، وسأتحدث عن ولاد حناش بعد ذلك. هذا الموضع كما ذكرت لكم ذكر اليوم الفاسي وبعد في هذه المرحلة أن العرف البربري في ذلك الزمن كان ينسب إلى الجد الأكبر، وكان قاسم هو الابن الأكبر لدباب لعدون، فكان كلما ولد له ابن صغير يلحقه به يعني يرجع تابع ليه، فكان تقريبا كل هؤلاء الأبناء الجدد نسبوا إلى قاسم يعني صاروا تحت رعايته، في حين أن دباب أخذ الناحية الجنوبية من منطقة الميلية واللي هي جبل مخناش وضواحيه، وبقي حناش بينهما مع أبيه المكان الآن التي بنيت فيه الميلية القديمة مش الميلية تاع فرنسا ماشي لا بلاص اليوم، لأنه فيه مدينة قديمة للميلية موجودة الآن في العيو بين المدينة البلدية والوسطى وغيرها التي كانت سوق. هذه كانت مدينة قديمة وعندنا آثار وصور لها كيف كانت في هذه القرون انطلاقا من القرن الرابع عشر يعني انطلاقا من 1300 وشيء. نزل حناش بهذا المكان وسأعدد لكم الآن بعض الفروع التي تعرفونها. فقاسم نسب إليه كل الأبناء الصغار من هذا الابن عرفه، فصار قاسم ينتمي ولاد قاسم إليه. ولاد قاسم الذين هم اليوم يسمون ولاد قاسم اللي هو أحفاد المباشرين، ثم ولاد عنان، ولاد عربي، ولاد علي إبراهيم. وتلاحظوا اللي ما قلتش ولاد الصالح والعتقة لأني سأصل إليه في بعد. هذا هما ولاد قاسم. وأضيف إليهم بعد ذلك ولاد قدور وهم أيضا من فروع ولاد قاسم الذين يسمون اليوم أشموخا، وقبيلة تسمى ولاد قدور. هذا فرع ولاد قاسم. ولاد دباب كان من أبنائه الذين يسمون إلى اليوم ولاد دباب، ومنهم أيضا ولاد بوزيد وولاد عميور، وأضيف إليهم بني معندة وولاد يسمون اليوم مازالوا بني معندة إلى اليوم، وأحشيدا أو ولاد بوحشيدة وهم فرع منفصل أيضا من بني معندة. هذه هي الفروع العامة لولاد دباب. أما ولاد حناش فهم ولاد الصالح، ولاد معيزة، ولاد سلطان، وولاد عتيق الذين انضافوا إليهم بعد مجيء جدهم سعد العتيق من طولقة، لأنه جدهم الأصل تاعهم من طولقة، نزل بالمنطقة ثم تناسل أبنائه ولاد العتيق الذين هم اليوم العتقة. فالأصل العتقة ليسوا بولاد عدود، العتقة جدهم
ينتمي إلى سلالة عمر بن الخطاب من بين الفاتحين الذين نزلوا بمنطقة طولكا مسكرة، ثم انتقل إلى المنطقة جدهم سعد العتيق في القرن السابع عشر في 1621، ونسل هؤلاء أبنائه الذين هم اليوم العتقة. أما فروع ولاد حناش فهي ثلاثة: ولاد الصالح، ولاد بعيزة، ولاد سلطان. يتساءلوا لهم: ما تسمعوش هذه ولاد بعيزة؟ يعني سمعتوا به ولاد سلطان تعرفوهم؟ ولكنهم أبيدوا بعد ثورة ولاد عيدون في 1350. هم الذين كانوا يسكنون اليوم بالضبط والتحديد المدينة القديمة للمنيا، المدينة الموجودة الآن في بعيو، كان لها سور ولها دار الحقوق ومجموعة من الأدوار التجارية ومجموعة من المساكن، حتى أن السويقة ما زالت إلى اليوم اسمها السويقة التي كان يبيع فيها سكان المناطق المجاورة خضرواتهم ومنتجاتهم. وساحة بن نحن الغاصب اليوم بعيو قدام الوسطى كانت تسمى آنذاك سوق ولاد عيدون، والتي يعود تأسيسها إلى القرن السابع، يعني قبل مجيء الإسلام كانت هي سوق. وبعدما دخل الفرنسيون إلى المنيا واعترضوا عليها نقلت إلى المكان المسمى اليوم عصفورة، كما تعرفوا سوق عصفورة. هذا المكان وسنتحدث عنه بعد حين من التفصيل. إذا بعد ثورة ولاد عيدون التي انطلقت في 13 مايو 1851 إلى غاية 27 فبراير 1871، الفرنسيون أبادوا فرع ولاد حناش، لأنهم كانوا هم الذين يسكنون هذا المكان. وولاد بعيزة قتلوهم، بقي منهم عائلة صغيرة تسكن الآن شمال كركرة، يعني جنوب القلب، ما زالوا يسمون اليوم ولاد بعيزة. ولاد سلطان أبادته من آخرهم، وبقيت منهم أسرتان اثنتان وهم الآن موجودون بكاليدونيا الجديدة، يعني الفور. وولاد الصالح ولاد عتيق هاجروا وهربوا إلى جبل حمزة وتخبأوا داخل شعبة تسمى اليوم شعبة الهرابة، لأنهم هربوا واندسوا فيها هروبا من الطغيان الفرنسي، لأن الجنرال بوجي في ذلك الزمن كان مأمورا بإبادة سكان المدينة. لماذا؟ لأنه من 1847 حتى 1871 فرنسا تحارب فيه. 7 أكبر جنرالات في الجزائر جاءوا إلى المنطقة، 3 منهم انهزموا، وكان كل من يريد أن يتبوأ مكانة في الحكومة الفرنسية يمر بهذه المنطقة. الكولونيل بيدو الذي دخل إلى قسنطينة في 1837، ولأضيف لكم قسنطينة في 1836 انهزم فيها الفرنسيون. من كان قائد المعركة؟ ما كانش ابن باي، ابن باي كان في المسيلة ذلك اليوم، كان